لك شو عم تساوي؟ اتركني لشوف. شلون شو دخلني ولا؟ أنا عم بتقلي شو دخلني ها؟ كل ذرة غبرة بتقرب من تيمة أنا إلي علاقة فيها. فهمت؟ فهمت لك؟ قلي لشوف ليش اجوا لهون؟ لك احكي ولك لكتب الكتاب بس تأجل لبعد ساعة. شو؟ شو؟ لك مستحيل! آه! آه! ما بصير هيك، طول سكو بالك. القتل! بكفي يا سيد هذا هو عادل. يقتل اخوه سكوه! ما قتلت رمزي، قتلوا واحد نصاب محتال يلي سرق مني كل شيء بملكه. انت اللي قتلت رمزي يا سالم. يا شباب معلم عادل، ما بصير هيك. وقف. رح موتك لحتى يرتاحوا الناس منك. انا رح اقتلك وريح العالم منك. لا يا اخي اوعك راس اهدى، طول بالك شوي. لا هات لا فرق. يا عادل الله يخلي لا لي اياك. تهور. بكفي بدي اقتله. اخي انت القاتل. اوعك اخي. هي اجا. لا يا أخي لا. بابا فكر منيح شو اللي رح يصير إذا قتلته. اترك المسدس. اتركه. لا يا بابا. المسدس. يلا بترجاك بابا. وبعدين معه اسمعني، أخي بكفي. رح اتركك بس على شرط. بابا اهدى. عادل خليه يعترف بكل شيء ويقول الحقيقة قدام أهل الضيعة. اعترف لشوفوا لا. بابا خلصنا. يعني ما بدك تعترف؟ شو بدك يعني يحكي؟ انا ما سويت شيء صدقني يا اخي. الله وكيلك ما لي علاقه باي شيء صار. عادل اتركه. انت واحد حرامي ونصاب. صدقني الناس كلها لازم تعرف. قل لهم شو سويت وشلون اخذت مني كل املاكي بالنصب والاحتيال، وشلون قتلت رمزي ولسه تتهمي فيني. بدك تقول كل شيء وخلي الناس كلها تعرف. والله ما عاد فهمت شيء. يا اما بتعترف يا اما تشاهد على روحك. بابا إذا قتلته ما رح يتغير شيء صدقني، بالعكس أنت رح تخسر وتضل كل عمرك بالسجن. فكر منيح يا بابا. شو بدي اخسر؟ ليش انا ضل عندي شيء اخسره؟ عادل كرمالي لا تقتله. عادل اتركه. اسمعوا لا بابا لا اخر مرة عم لك اعترف بكل شيء. احكي ولا او هلا بتتشاهد على روحك. لا يا عادل. بابا بترجاك لا تقتله. لا بابا لا تساوي هيك. سيد عادل رجاء اسمعني اترك المسدس. بابا بترجاك. بوس رجليك. بابا لا تقتله يا بابا. حبيبي شو صاير معك؟ حبيبي اطلع لهون. ليش ما عم ترد علي؟ طيب أنا جاي لعندك. معنا هدايا، معنا فكرت؟ ألعاب، شو هذا يلي سمعته؟ ما في شيء، خلينا نمشي يلا. معنا كل شيء. بتكون مشبهة علي. يلا خلينا نروح، تأخرنا كثير على البيت. تعالوا تفرجوا. يلا عليا امشي. كل شيء موجود. اتصلت فيك اليوم كثير. أنا آسفة ما انتبهت على الهاتف. استنيتك كتير بالصالة. بعرف سمعت شو صار وزعلت كمان. علوان كان معه حق، قال لي الماضي رح يضل معك وما رح يتركك أبدا. تيمة
نحن ما رح نقدر نتزوج أبدا قبل ما تنحل كل هي المشاكل. وشو بدنا نساوي هلا؟ ما رح نقدر نتزوج مو هيك؟ لا تيمة، انتي بتعرفي كتير منيح انه ما رح نقدر نتزوج. بعرف. حتى بابا بده ياني بعد عنك، وما بده ياني يشوفك. بس أنا بوعدك إنه أنا بدي حل كل هي المشاكل، وبكرة بتشوفي. مو بس بدي حل مشاكلنا نحن، وحياتك بدي حل مشاكل أهل الضيعة كمان. وبعد هالشي بدي إياكي تكوني عروس وتلبسي أحلى فستان أبيض. Yaralar açtı ciğerimde, yamar ağlar gözlerim. بنتي عليا، بكفي. عليا لا تبكي بنتي، فكرة ما بيستاهل دمعة وحدة من عيونك. بكفي بنتي، حاجة تبكي؟ ما عم اقدر يا امي، يلي ساواه كتير. امي بتعرفي شو يعني يتجوز علي وحدة تانية؟ حبيبتي، وأخيرا هلأ صرنا مع بعض. حبيبتي الله يقدرني أسعدك، بوعدك. ما ودعتي أهلك، بس نحن هون أهلك كمان. وعد ما رح زعلك. قديش أنا كنت غبية لما قررت أهرب معه. سامحيني أمي، تتذكري لما قلتي لي رح أندم إذا هربت معه؟ أنا ما صدقتك لأني غبية، ما سمعت كلامك. سامحيني بترجاكي. حاجة تبكي بنتي؟ أنا ما رجعت لشوفك عم تبكي. مزبوط أنت غلطتي لما هربتي معه، بس أنا مسامحتك. يلي صار مو ذنبك، امسحي دموعك. حاجة تبكي بنتي؟ شو عم تساوي أمي؟ أنا بدي أروح لعندها. حبيبتي عم تحكي مع ستك وما بدنا نضايقها. بنتي نرجس، تعالي لعندي حبيبتي، يلا تعالي حبيبتي، يلا يا شاطرة. خالي ما رح نرجع على البيت؟ هلأ هي المرة يلي بالصورة رح تكون أمنا يعني؟ لا ما رح نرضى، أنا ما بدي غير أمي. وأنا ايه طبعا ما رح تتركوا أمكم، وهي كمان ما رح تترككم. عمو أوس، عمو أوس، مرحبا يا عمو أولاد. أوس. أهلين عمو. خير شو صاير؟ ماما تركت البيت. والله برافو عليك، يلي ساويته ما حدا ساواه لسه. شو هذا صاير عم يطلع معك لك فكرات؟ عم تتزوج، صاير رجال. اوه لك شبك عم نمزح معك. لك فكرة صاير ما عم تلقى مسح بنوم.
لك ليش هيك زعلان؟ انت جاي لهون مشان تنبسط. أنا ماني ناقصك أنت كمان عمران. شوفك بعدين. ايه تعالي لهون. شو رأيك باللي سوا فكرة شو؟ خير الصبح ما كنتي هيك؟ أكيد ندمتي لأنك حكيتي معي حكي مو منيح ما؟ عليا أخذت أولادها وراحت وتركت البيت. وليش بقى؟ فهمت منها إنه ابنك الخاين تجوز عليها. ليش قعدت؟ روح ساوي شيء. وشو بدي ساوي له؟ بيقول المثل لا تنام بين القبور ولا تشوف مرمات وحشة. إيه لا، أنا ما راح أتدخل بنوب. لو إنك حكيت معه ما كان صار هيك، بس شاطر تكذب. سكينة اخرسي أحسن ما كسر أسنانك بتمك. اتصلت سينم قال جاي بكرة، تعينت هون. خلي هالبنت المسكينة تعرف شو عم يساوي أبوها فينا وتعرفك على حقيقتك. ايه منيح. بكرة بس تجي لهون بتساعدني شوي وأقل شيء تطبخ لي أكل طيب. أنا رح طعميك. يلا خذ كل لتشبع. سكينة ها؟ يا أولاد امشوا على غرفتي، بدي أحكي لكم قصة حلوة. يلا يلا أيمن، تعي نرجس. بنتي بكفي بقى. اسمعيني عليا، بدك تطولي بالك. للأسف هيك الدنيا، يوم بتكون معك ويوم بتكون عليك. عم تقولي إنك ما بتقدري تتحملي، بس أنت بكرة رح تتحملي أكثر من هيك. ما رح تقدري تحسي بالعيلة هلأ، بس لحتى تنهد، وإذا انهدت العيلة صعب كتير ترجع تتعمر. لا هو رح يقدر ينسى اللي صار بالماضي، ولا أنت رح تقدري تنسيه كمان. صبري يا بنتي. بس أنا ما بدي غير عيلة سعيدة، وسويت كل شي لحتى أحافظ عليها. تحملت كتير من فكرة وصبرت عليه، وهلأ ما ضل عندي شي، لا بيت ولا عيلة. شو بدي أتحمل كمان أكتر من هيك؟ عليا أنت هون بيتك، ونحن كلياتنا عيلتك، وإن شاء الله نقدر نحل الموضوع. وإذا ما نحل، هذا بيتك وهي عيلتك. ليش هيك ساوى؟ والله ما بعرف، مع اني ما قصرت معه بشي. انا ما رح سامحه. أنا غبي، شو سويت؟ خليها تروح، وإذا يعني أنا بحب هديل، عم تستناني حياة حلوة معها. يا ربي. شو بدي ساوي؟ اوف. شو شايفتيني؟ لوين رايح من الصبح؟ أكيد ما بدك تجهزي لي الفطور مو هيك؟ مبين من عيونك. رايح اشتري سندويشة جبنة وأكلها لحالي. ما بتفكر غير بالأكل؟ صار بطنك أكبر من هالحردبة اللي بظهرك.
فكر بابنك شوي، شو قصتك؟ ما بدك تحكي مع فكرت؟ طبعا رح احكي، ما رح خلي ايمن يضل معها بنوب. فكرة وين نايم؟ استغفر الله العظيم، فكرة ما نام بالبيت امبارح، ومنيح اللي ما اجا، احسن ما يسمع كلامك اللي عم ينقص سم. اسمعني سالم، خلينا نقول ابنك غلطان، بس احفادك يا حصرتي شو ذنبهم؟ لا تتدخلي باحفادي، احفادي هن اللي رح يورثوا املاكي، بس يجي فكرة تخليه يمرق لعندي. اوف. طولي بالك بنتي، ما بيصير تعملي بحالك هيك. أمي أنا كتير خايفة على الأولاد، شلون بدهم يعيشوا بكرة من دون أب؟ والله صعب عليهم، وأنا ما بقى فيني أعيش مع فكرة. شو ما صار ما رح أرجع له أبداً. عليا لا تحكي هيك يا بنتي، رح أحكي مع سكينة. لا يا أمي، شو بدك تحكي معها؟ بنتي أنا ما رح أسكت عن هالموضوع بنوب، ولازم أتصرف، بدي خليه يندم، ما رح أسكت له على هالشغلة بنوب. أخي شو بده يصير؟ رح يضل بابا وماما هيك على طول؟ لا، نحن رح نصالحهم. ما بتتذكري هديك المرة لما صالحناهم مع بعض؟ طبعا، بس شو بدنا نساوي هلأ؟ رح نقدر نصالحهم مع بعض؟ شكرا. عفوا، السلام عليكم يا أخي. وعليك السلام، تفضل. محل النجارة تبع السيد سالم وين؟ أخي بتضل ماشي هيك لآخر السوق، وبعدين بتروح على اليمين بتلاقي محل نجارة. شكرا كتير. لحظة أخي، شو بدك فيه؟ هذا بيكون عمي. عن جد؟ إيه، بدي منه مصاري. شكرا مرة تانية، يلا بخاطرك. مع السلامة. والله ما كان بدي يصير هيك، الله وكيلك أميرة، حاولت أمنعه، حتى أني شفته مع البنت بس ما خبرت عليها مشان ما تزعل. قلت أكيد بحس بغلطه، بس ما توقعت هيك. بدنا نضل نحكي على الباب؟ خلينا نفوت لجوا ونكمل حديثنا. ايه تفضلي تفضلي تفضلي. أهلين. معقول اللي صار سكينة؟ بدنا نضل واقفين عم نتفرج هيك؟ شو بدك يعني يساوي يعني؟ والله مو طالع بإيدي شي يا أختي. خليه لشوف شو بده يساوي بهالمصيبة، بركي بدها توقع فوق راسه، وبعدين أكيد بده يندم. انتي طولي بالك. لإمتى سكينة؟ مو حرام هالشي اللي عم بيساويه بالبنت؟ وبركي فكرة ما رجع لعقله. شو بده يصير بعليا؟ شو بده يصير بالولاد كمان؟ ونحن شو بده يصير بحالنا؟ عن إذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اشتغل. أهلين فيك سيد سالم. أهلين أهلين. ليش اجيت ها؟ شفتك عم تحكي مع ابن اخي، شو قلت له ها؟ صدقني ما قلت له شيء، بس شو؟ ضميري عم يعذبني كتير. والمصاري اللي انا عم بعطيك اياه هون ما عم بتريح ضميرك؟ روح من هون ولا تفرجيني وشك. انا ما اجيت مشان المصاري يا سالم،
بصراحة أنا ندمان. شو هالكلام اللي عم بسمعه منك يا حسن؟ شيل ضميرك على جنب وفكر بعيلتك أحسن. ما بدي اشوف وشك هون بنوب. يلا روح. تفضل علوان. لا معقول أنا آخذ منك مصاري؟ شو هالحكي هاد؟ بعدين كلياتهم قطعتين مو محرزين. شكرا. اجيتي بوقت مو مناسب، لا تآخذوني. لا يا علوان، تفضل عود. شوفي يعني هالمصيبة. ايه أكيد سمعت شو ساوى فكرت. يا ريتني ما سمعت. لمين بده يطلع هالولد غير لأبوه؟ ما بيفرق شي عنه. بس يمكن الحق مو على فكرت، بلكي عليا كانت غلطانة معه. عليا ما شاء الله عليها مثل الملاك، ما بتقصر بنوب. هي ما لها أي علاقة وما لها ذنب. بس شو بدي أقول على ابني؟ حسب ما فهمت الشيطان ترك شغله ووظيفته وبعت معاونينه إجازة وإجا لهون لعندكم على البيت. ليش بقى علوان؟ لأنه أحسن شي عنده يتدخل بين المرأة وزوجها. ما بتعرفي من وين بده يجي، ما حدا بحس فيه أبدا، بفوت لجوا ويبلش ينفخ. بس نحن ما بنقدر نوقف الهوى علوان. لا معقول هالحكي؟ انتو عندكم خبرة وبتعرفوا الحياة، وهن لساتهم ولاد صغار. انتو لازم تديروا بالكم عليهم، لازم تتصرفوا بأسرع وقت قبل ما تكبر المشكلة. وشو بدنا نساوي علوان؟ بتشوفوا الهوى من أي جهة عم يجي وسكروا عليه منيح ولا تخلوه يفوت. إذا فات الهوى رح يتحول لعاصفة وبعدها العوض بسلامتكم. يا رب ما في غيرك، ساعدنا يا رب. آمين. طيب شو منساوي؟ منعاملهم مثل ما عم بيعاملونا؟ هلأ نحن يا أختي بدنا نخيط الجرح ولا بدنا نكبره أكتر؟ والله كلامك مزبوط، بس بتعرف أنا كل جسمي عم يرجف. وهلأ بدل الأكاذيب والألاعيب اللي راح تدمرنا لازم نخيط ونرقي على الأواعي عن جديد. إذا فتحنا باب الأكاذيب مرة ما بنقدر نسكره وما بتعود تمر كلمة صحيحة من هالباب. بس الحقيقة بتكون كتير صعبة. أختي أميرة، لازم نقول الحقيقة، بس لازم نقول الحقيقة شوي شوي. مثلا إذا كان في عنا كلام حلو كتير عن شخص بدنا نقوله، ما منقوله مشان كبرة نفسنا، بس هي الحقيقة. وهلأ عدوا وتذكروا كل شيء، ولازم يعرفوا كمان قديش كانوا يحبوا بعضهم، بيفكروا بعقلهم وبمصلحتهم، وخلوهم لحالهم، المي بتلاقي طريقها. يلا عن إذنكم. الله معك. موفق علوان. الله معك. إذا قلنا البنت بتحبه للشاب والشاب ما بيحبها، بس اثنين بيحبوا الأولاد. سالم ما بيحب البنت، بس البنت ما بتقصر مع سالم، معنى هالحكي البنت بتحبه. سكينة شو صار لك؟ يلا خلينا نلاقي حل لهالمشكلة هلأ. دكتورة دايما بغرفة العمليات هلأ، بتحب خبرها شي؟ ايه قولي لي عمران بيحبك، يقطع عمرك. شو عمي شكلك لساك معصب من هداك اللي اسمه عادل؟ لعنة الله عليه، هو وابنه سوا. طول بالك شوي عمي، لسه ما شفتوا شي مني. ما بكفي قتل أبي؟ لا وكان بده يقتلك أنت كمان، هالكلب الحقير. أنا بعرف شو نقطة ضعفه لعادل. هذا الكلب أوس ما في غيره بيهديه. شو قصدك؟ نروح بنبعت أوس لعند أبوه على السجن. بيقول المثل تفاحة ما ممكن تبعد عن الشجرة كتير. عم بسمعك، شو بدنا نساوي؟ بابا
بابا شوفي احكي. بسرعة، نرجس كتير تعبانة. نرجس؟ شو بقى؟ ما بعرف بابا، لحقها نرجس عم تموت بسرعة. انت شو عم تقول؟ شو صار؟ وينها؟ وينها؟ بيت جدي وأمي معها هلا. استعجل بابا، لازم تروح بسرعة بابا، يلا. نرجس، شو صار لك حبيبتي؟ الصبح ما كان فيكي شي. ما بعرف ماما، تعبانة كتير. بس ما عليكي حرارة. راسي عم يوجعني وبطني كمان ورجلي وعيوني، كل شي عم يوجعني. نرجس، لا تكوني عم تضحكي علي، اوعك ها. نرجس، شو بكي بابا؟ خير، شو بكي؟ عم يوجعك شي؟ ما عم يوجعني شي، أنا كذبت عليك بس منشان تجي لهون. انت يلي سويت هيك وليه؟ لا بابا، أمي ما دخلت. فكرة تضحك علي؟ بابا، لا بابا. بدك بابا. يعني اجي وصالحك ما؟ بابا أمي ما دخلها. اوعك تلعبي معي مرة تانية، عم تفهمي وليه؟ أنا وأيمن يلي سوينا هيك، أمي ما دخلها. سوينا هيك مشان نصالحكم. صدقني بابا. لا تضرب أمي. اطلعي من حياتي، أنا ما عاد بدي إياكي، نسيني، عم تفهمي؟ العي. أمي لا تزعلي. أمي لا تزعلي، كان أصلنا نصالحكم مع بعض، سامحينا أمي. سامحينا أمي. يا رب. وقف شوي فكرات. أنا تعبان بابا، بدي نام. اسمعني، اصحك تطول لسانك معي، فهمان شو عم اقول لك؟ مرتك طلعت من البيت، ايه منيح، ومشان الاولاد رح تتركهم. ليش شبن لولا؟ خليها تاخذهم معها. انت امتى بده يكبر عقلك ها؟ بكره الولد بياخذ الورثه، كل الورثه بتصير الون، واذا ضلوا الاولاد مأمون عليها رح تاخذ كل شيء. اسمعني، ايمن لازم يرجع على البيت بكره، والا بحرمك من الورثه، عم تفهم؟ فهمت عليك. منيح، يلا نقلع. هلا إذا قلنا 2 ضرب 2 وبعدين قمنا من الناتج 2، قديش بيضل معنا؟ يلا يا أولاد، كله صحة وعافية. سلمون عمتي. يلا أيمن، قديش لازم يضل معنا؟ أيمن. عفوا عمي أوس، أنا زعلان على أمي وما عم بقدر أفكر منيح. ألو، الدكتور أوس؟ تفضل. أمي كتير تعبانة وحالتها خطيرة، فيك تجي لعنا؟ اتصلوا بالمستشفى أحسن، بيبعتوا لها سيارة إسعاف من هنيك. يا ريت تجي أنت، وضعنا المادة زفت وما معنا إجرة المشفى، وأنت إنسان طيب مشان هيك اتصلت، الله يخليك. أمي حالتها خطيرة كتير، يمكن تموت. طيب أنا جاي، وين البيت؟ دكتور، بس توصل على شارع بركات بصير أول بيت على إيدك اليسار. صدقني دكتور، العنوان سهل كتير وما بيضيع حدا بنوب. بسرعة يلا شباب بسرعة.
شو يا أخي نسيتني؟ رح تضل قاعد هيك ما بدك تساعدني؟ ولك عادل أفندي كان رح يقتلني يا أخي، رح يقتلني. ما شفتوا شو سووا فيني قدام هالضيعة كلهم؟ أستغفر الله. أكيد ما رح نضل قاعدين هيك وعم نتفرج. لازم نتصرف يا أخي وبسرعة. هدول مجرمين، الأب وابنه. الحمد لله على سلامتك. زعلنا كتير بس ما في بس أخي، قال رح يقتلني والكلب أوس كمان. وعرفت إنه عم يخطط ليقتلني. خلصني من أبوه مشان يجي يقتلني هو. ايه طبعا، وليش لا؟ هو مجرم، بدي ارتاح منه بقى. نحن من زمان يا أخي كان لازم نقتله لهالولد. شو بيقول المثل؟ لازم تقتل الحية وهي صغيرة، وإلا رح تكبر وتلف على رقبتك. شارع بركات؟ شو يعني معقول تغير اسمه قبل ما اجي؟ لازم نتخلص منه يا أخي، وإلا رح يسبب لنا مشاكل كتير. عمي، كأنك مو معنا، صاير عم تحبه لأوس. نسيت شو ساوى فينا؟ وشو ساوى عمران؟ خبرني. معقول يا عمي؟ نسيت انه سرق اموال عيلتنا؟ ونسيت انه قتل ابي هو وعمي؟ ورفاه كمان، نسيت انه هو اللي هربها وعم يلعب بعقل تيمة مشان يتزوجها بالسر؟ شو عمي؟ او ساوى شي ولا لا؟ قلي. ما بعرف عمران، الحقيقة مو واضحة كتير وما حدا بيعرف شي لهلأ. يمكن ما له دخل. أخي إذا كنت ما بتعرف أنا رح خبرك. اليوم إجا لعنا على المحل أنا وعمران وهددنا بالقتل. قال يلي بده ياخذ تيمة منه رح يقتله ويهد البيت كله فوق راسه. هالكلام مزبوط يا سالم؟ عمران مزبوط؟ كذب. انتو ما بتملوا من تلفيق الكذب؟ شو سوى أوس؟ قلتوا انه خطف رفاه، بالعكس كان بده يمنعها انها تهرب. سرق مصاري؟ أي مصاري هي؟ ليش انتو خليتوا معه مصاري؟ وبخصوص زواجه مني، أوس ما عاد بده هالشي يطمنوا. أخي شو شايفك عطيها راحت على الأخير؟ معقول تخلي بنتك تقلل الأدب هيك؟ خاصة بالوقت يلي فيه أوس عم يدمرنا؟ يلا بسرعة. بسرعة بسرعة. خلوه يحترق. عم تدمروا حالكن عمي بالعناد. انتوا عم تزتوا هالعيلة بالنار. انت لا تتدخلي، هالشغلة شغلة رجال مو شغلتك. تركيني امي. اجا الوقت لحتى كلنا نعرف الحقيقة. بكفي، ما عاد بدي اسمع شي. ما بدي اسمع بهالخلافات بنوب. بدي ارتاح، ما عاد اتحمل. فهمتوا؟ معلم امجد، اخي امجد بسرعة. افتح الباب حليمة. افتحوا الباب بسرعة. معلم امجد، معلم امجد تعال بسرعة. تعال لحق بسرعة يا معلم. تعال لحق القهوة رح تروح. بسرعة يا معلم امجد، ما معنا وقت. شو في صبري؟ شو بهالقهوة؟
يلا احكي ليش سكتت؟ شو صار لك؟ القهوة تبعك عم تحترق يا عمي. شو؟ لا صدقني شفت النار عم تاكلها. شو عم تقول؟ شفت اخي ليك وعمل عملته. اكيد هذا اوسي اللي عمل هالشي. بلا هالكلام الفاضي، هلا وقتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. بدي شارع بركات الله يخليك، قالوا لي هون. أكيد غلطان، ما في هون اسم هيك شارع بالمرة. لا بلا، قالوا لي هون، وقالوا لي في مريضة ماشي. بيتصلوا مرة تانية. خاطرك. استنى يا أخي، يمكن أنت دكتور ما هيك؟ تفضل. بس ما بدي إياك تفهمني غلط، ظهري عم يوجعني. والله كل واحد له نصيبه. إذا ما في حدا جوا لأفحصك. الله يرضى عليك دكتور، تفضل. فرج عمي أمجد، لك القهوة. يا لطيف لك يا شباب، لك يا جماعة وليه لك القهوة عم تحترق دخيلك يا ربي. وليه في حدا وراي؟ الله يكسر ايديك يا اوس، ليش هيك عم تساوي فينا؟ امي بلا هالكلام هلا كرمال شفت يا الله. اخي هي عمل عملته هرب. شو بدنا نساوي هلا امجد؟ كبروا الاطفاء، يلا بسرعة بسرعة. شايف شو عم يسوي فيه؟ تعالوا يا شباب تعالوا. مو الحقير الان رح يهد كل شيء على راسنا وهي بلش بالقهوه. شو عم تستنوا؟ قولوا لا يساوي شيء. مش عم مين عمل هالشيء؟ ما بعرف. يلا احكي لشوف. يا شباب دخيلك يا ربي. دخيلك يلا احكي ولا يا معلم. مين هذا اللي حرام؟ مين خايف؟ يلا قول لشوف. يلا نشوف احكي. مين حرق القهوه؟ لك يلا احكي ولا تخاف. يلا احكي. اوس يلي سواها اوس. شو؟ مين اللي قال لك هالشيء؟ كنت ماشي مع نجمي شفته حرقه. لك يلا. وبعدين ركض بسرعه. كذاب. مستحيل انت عم تكذب. انت متاكد ولا؟ انا شفته بعيوني أو معلم. مستحيل يساوي هالشي. كرمال الله قول الحقيقة يا أخي. سمعت شو قال يا أخي؟ اللي حرق القهوة. سمعت هلا بإيدنا؟ شفت؟ ما دخلني يا أختي، أنا قلت يلي شفته وبس. شو انبسطتي؟ شفتي شو عمل أوس؟ سمعتي بإذنك؟ مزبوط. ليش عمل هيك؟ إيه والله بيعملها. لا حول ولا قوة. لازم تنامي بنتي. إذا ضليتي هيك شو رح تستفيدي يعني؟ معك حق، ما رح يتصلح شي. انتهى كل شي، كان حلم وانتهى كله. حتى لو كان حلم ما إله معنى، لازم تعرفي إنه كل شي بهالحياة مثل حلم عم نعيش فيه يا بنتي، ونحن ما لازم نخاف بنوم. أنا برأيي إنك تكوني قوية، وإذا علاقتكن خير الله رح يجمع طريقكن وترجعوا أحسن من الأول، وإذا ما فيها خير كان كابوس وبتكملي حياتك. بس شو ما صار انت لا تنهي أي شيء، تحملي قد ما بتقدري. أصلاً ما في حدا بهالحياة ما أخذ نصيبه من العذاب. بترجاكي نامي شوي بنتي. ما عم اقدر نام يا امي، بعد 12 سنة مكتب لي نام ببيت غير بيتي. 12 سنة، كلمة سهلة هيك آخرتي. هلا هيك آخرتي.
شو عم تساوي أمي؟ لساتها عم تبكي؟ عم تبكي كثير. هالشي بسببي مو هيك؟ لو إني ما قلت لبابا إنه عم أكذب عليه كانوا تصالحوا مو هيك؟